السلام عليكم أحبتي طلاب الصف الخامس الابتدائي في درس جديد من دروس الرياضيات ألا وهو تقريب الأعداد. أحبتي الصغار، في السنوات الماضية تعرفنا على إشارة التقريب، والآن ننتقل إلى موضوع جديد وهو تقريب الأعداد. إذن لتقريب الأعداد نقوم بالخطوات التالية. الخطوة الأولى: نحدد القيمة المكانية التي نريد التقريب إليها، ثم نحدد الرقم الممثل لها. ثانيا، ننظر إلى الرقم الذي يسبق الرقم المحدد الذي حددناه، أي يمين الرقم القيمة المكانية. ثالثا، ننتقل إلى الخطوة الثالثة: إذا كان الرقم الذي يسبق الرقم المحدد 5 أو أكبر من 5، نضيف إلى الرقم المحدد 1، يعني نضيف إلى رقم القيمة المكانية 1. أما في حال إذا كان الرقم الذي يسبق الرقم المحدد أصغر من 5، يترك الرقم المحدد كما هو. وننتقل إلى الخطوة الأخيرة: نبدل أرقام جهة اليمين أصفارا. إذن جميع المنازل التي تسبق الرقم المحدد نضع بدلا عنها أصفارا. والآن ننتقل إلى التمرين الأول. التمرين الأول: قرب الأعداد التالية إلى أقرب 100. لدينا العدد 12654. أولا نحدد القيمة المكانية، وهنا الرقم 6 هو الرقم المحدد منزلة المئات. ثم نلاحظ أن الرقم على يمين الرقم المحدد هو 5، إذن نضيف 1 للرقم المحدد فيصبح الرقم المحدد 7، أي يصبح العدد 12754. وأخيرا الخطوة الأخيرة: نضع أصفارا بعدد المنازل فيصبح العدد النهائي 12700، وهو العدد المقرب للعدد 12654. ننتقل إلى المثال الثاني: قرب العدد التالي إلى أقرب آحاد الألوف. لدينا العدد 679378. الخطوة الأولى: نحدد القيمة المكانية، وهنا الرقم 9 هو الرقم المحدد. نلاحظ أن الرقم على يمين الرقم المحدد هو أصغر من 5، لذا نبقي الرقم المحدد 9 كما هو. وأخيرا نضيف أصفارا حسب عدد المنازل فيصبح العدد النهائي هو 679,000، وهو العدد الذي قربناه من العدد 679,378. والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى اللقاء مع درس جديد من دروس الرياضيات.